بس يبي للخلف شوي. شوف بس للخلف وانت ساحب قدام. طلع بدل لا تكسر، بس طقه وده ورا بيطلع وسحبه على برا. فشوف اكا حصلنا الواير. اوه سالفة طويلة، سالفة طويلة يا شباب، سالفة طويلة. شوف سالفة طويلة. تشوف سالفة طويلة عريضة. الله المستعان، الله المستعان. اوبش. عينك حصلناه قهوة. شوفوا الواير طالع منه وايرين دايركت، واحد ارت قهوة هني الارت اذا يبين قال ارت مكان صبعي، وواير كهرباء الارت ماخذينه. الثالث مو رويره. الثالث هاي ارت. ومعهن 3 وايرات. شلون واحد واير مني؟ هذه ارت، هاي كهرباء. اوف الثالث مر. وين الثالث؟ خل نبطل هني ونشوف وين مشبوك. الله يقطع ابليس. الله المستعان يا شبيبي. اقول بق خلنا احط هني احسن. ذبحني لعنة. احطه كذي احسن عشان الصوت يبين واضح. شو الطريقة؟ شو مهببين. هذا الحين من وين جاي هذا؟ وتشوف هنا هنا بس الطريقة اللي مسوينها. شوكين هيك. شوفوا هذه الواير مال شارج بايظة مني، بحطه بقص يعني بصاقره له مني. هذه نفس العملية، مال فلاشرات بايظة له مني الأمية لأن بحطها مني. في بعد مال كشاف بعد بايظة له مني. هني بس يصيرون وايرين
وايرين بس، اللي هو مال كهوة هذه بس وايرين اي تي تي في الفيوزات كهوة بس مني كهوة. تشوفوا هنا بس حق الكهرباء ومني تيلا كهرباء. ان شاء الله فهمتوا يعني شوي. الكهربائي هو اللي بيعرف يعني مين زود ناقص زود ناقص يولع عليه هني ليتات يعني شوفوا كوي باين كو زود ناقص زود ناقص N1 N2 N3 N4 اكي قوته هني 12 فولت N1 ليت N1 N2 3 هاللون ليتات تطلع له. بارد ما في كهرباء يعني مو بذاك تزود الكهرباء اللي تي، وهو مخصصينه يعني حق ذي داخل في فيوزين اذا احترق ولا شيء صودا تاتش ولا ما يحترق الفيوز. ان شاء الله يكون واضح والله يعطيكم الصحة والعافية. اوكي 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 اوكي. ما أعرف افهم عن طريقة ذي افهم. مو بعارف انا طريقة التركيب، لكننا يعني واحدة واحدة بنشوف واحدة واحدة. هذه شلنا زين، وهذه نشوف
هذا شلنا. هاي شلنا في فيوز. زين هذه مال تشارج. حلو بنرتب له بنضبط له ما عليه. هاي مال تشارج. زين هذا من المحول. زين اوكي. بس انا هذه عطاولة. حلو هذه عطاولة ويا هذه الثانية عطاولة لهني. خلاص هذه الوايرات بعدين برضه اسلك لهم مرة ثانية، يبي له قاعد شوي. حلو ها انتهينا منه. واضح. هذه حق الكهرباء وهذه هني كهوة اللي في البدء الارت. هذه الموجب هذه الارت السالب. نوصل لمني. حلو نوصل لمني ما عليه. هني شوي بس بزيده انا واير ما في مشكله. انزين هني برد اسلك وهذا برد احط الوايرات مكانهم لانه هو شوي الواير طويل فكذي بداخله برده هلون. هني لانها تخرفت اكو كوتس هذيس الارت ما يبي له شيء، بس يبي لك شغل مخك شوي تعرف شو السبب. دخل الوايرات وكان الله غفور رحيم. بس نشوف هذا قبل لا دي بنحط الكهرباء. قلت لكم مثل ما قلت لكم قبل نحط الكهرباء نسلك ونشوفه يشتغل ولا لا. قبل لا تسوي اي شيء لازم تحط كهرباء هالباور ذي وتعرف شغلك صح ولا لا، عشان لا ترد مرة ثانية تبطل وترد تايد. قبل لا تسوي اي شيء حط ذي الباور باند وبس. كان الله غفور رحيم. يدي ما توصل داخله بالسكروب ما عليه. يدي ما توصل داخل. اوكي خلاص تمام الامور طيبه. هسه هم بنبطل ذي بالاسبانة 10 وناخذ منه مثل ما قلت لكم هذه الواير ويا هذه الواير ونواصله حق الأمية. مو بعرف يمكن انا اخلي الفيوز هني واير هي بخلي الفيوز مني جريب يعني تشوفه كاهن ذي الصوب يشوفه يعني لو احترق ما بي يعني بس يبطل ذي ويشوف الفيوز اذا محترق ولا لا. ما بيروح يبطل كامل وذي ونضبط له الامور ما عليه. الله يعطيكم الصحة والعافية. حلنا المشكلة يا شبيبة. خلاص امور طيبة سمباتيكا. نشرب لنا الشاي انتهى الموضوع. وهذه بعد نفس ما قلت لكم بس نجيبه ونحطه هنا. اقص ذي واحط الكونكتر اللي قلت لكم عنه خلاص انتهى الموضوع. كهرباء في واير داخل بعد مال كشاف باخذه بعكس بسحبه من البتري للمحول والاي تي تي موجود في الفيوز ما بشيله. اللهم اللي بزيد عليه بعد مال الكونكتر هذه كهوة هذه الاي تي تي هذه مهم. ترى في ناس تطنز ترى دي والله مهم.
هذه مهم. ليش الاي تي تي؟ ليش ما يسرب كهرباء؟ حلو. انت الحين اذا سويته دايركت 24 ساعة شغال الفلاشات، 24 شغلته والله ما شغلته شغال. هذا هي الكهرباء قاعد تدور. شو يصير في البتري؟ تسريب، يسرب البتري لان الدائرة قاعد تدور هي، بس هنا تيبي لك اون اوف، الدائرة قاعد تشتغل. هذا هي كهرباء فيه يسحب من البتري، بس ما في منفذ عشان يطلع الكهرباء، فش يصير؟ تدور.